السلام عليكم متابعينا الكرام، أدعوكم للاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الأخبار. وقع الحارس ياسين بونو على بداية سنة رائعة وهو يستأنف غمار الليغا بأداء مميز وبطوله بفالنسيا. بونو يعود له الفضل الكبير في تفادي جيرونا الخسارة ضد مضيفه ليفانتي وتعادله 2-2 بعدما استأسد وأنقذ مرماه من أزيد من 6 محاولات خطيرة نصفها سانحة للتسجيل، وأظهر براعة كالعادة وردود فعل سريعة ورشيقة، علما أنه لا يتحمل مسؤولية في استقبال هدفين من سوء رقابة دفاعية. يستغل الدوري المغربي المهدي بن عطية كل فرصة متاحة للتعبير عن انزعاجه من عدم المشاركة مع فريقه جوفنتوس، سواء برسالة غاضبة مباشرة إلى الإدارة والمدرب ماسميليانو أليغري أو بالسخرية من وضعه الحالي خلال تواصله مع جماهير الانترنت. ونشر بن عطية مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على انستغرام خلال وجوده في مطعم بيتورينو، حيث طلب منه الطاهي أن يهدي له أول هدف يسجله، لكن بن عطية ضحك وقال مازحا: يجب أن ألعب أولا لأسجل. ويقضي اللاعب عطلة الشتاء حاليا في انتظار حل أزمته، إذ طلب مغادرة اليوفي ولو على سبيل الإعارة والانتقال لفريق آخر، وسط تكهنات حول انضمامه إلى ميلان والأرسنال الإنجليزية. وشارك مدافع روما وبايرن ميونخ السابق في 6 مباريات فقط مع اليوفي في النصف الأول من الموسم، بعد أن تضرر من عودة ليوناردو بونوتشي الذي يرافق جيروني كيليني في قلب الدفاع، في الوقت الذي قال فيه أليغري إنه يعتبر بن عطية ركيزه ضمن أقوى خط دفاع في العالم، لكنه أيضا فتح أمامه أبواب الرحيل إذ أراد البحث عن تقاعد اللعب أكثر مع فريق آخر. يتوقع الجهاز الطبي للنادي الأهلي المصري بأن يغيب الدوري المغربي وليد أزارو عن النادي لفترة تبلغ أزيد من شهرين، في حال ما إذا أثبتت الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب هذا اليوم أن إصابته بتمزق على مستوى عضلة الدامة تزيد عن 1 سنتيمتر. وقال عضو بالطاقم الطبي للأهلية لموقع الفريق بأن مدة غياب أزارو قد تطول ل2.5 شهرين، إذ تأكد أن التمزق قوي.